ليه؟ خسيت زي ما هو واضح 20 كيلو وخدت كورس CAT CMA CFC QMB PMB CAT وبسافر 3 بلاد في شهر الواحد. بتحتفلوا بايه؟ بتحتفلوا بايه؟ دي سنه من عمرك خلصت وراحت وسنه جديده هتبدا، الله اعلم هيحصل ايه فينا تاني. بركان ايسلندا، زلزال المغرب، فيضان ليبيا، حرب غزه والسودان. راس السنه على المعده فاضيه، نطلب بتايز وسجق بالجبنه. وليه؟ هناكل ايه بقى؟ حلوه بتايز وازازتين مشبرين، ونكلم يارا واختها يكلموا اصحابهم. نيو يير. احلى مسا. هو ليه بنحتفل كل سنه ببدايه سنه جديده؟ هل احنا ساذجين ومتفائلين للدرجه دي، ولا عشمانين ان الدروس الحياتيه اللي خدناها السنه اللي فاتت تخلينا احسن السنه دي؟ خلينا نجاوب على السؤال ده بعدين، لكن دلوقتي احكي لكم شويه عن طمطم. من سنتين بالظبط كنت قاعده في الاوضه ومتنحه في السقف وعماله بتساءل وانا عايزه اطلع ايه لما اكبر. والسؤال ده مش عشان انا غاويه انكد على نفسي، ولكن علشان احنا كنا في وقت كل الناس بتعمل فيه جرد انجازات. وانا اكبر انجاز عملته غيرت ملايه السرير، وده عشان وقعت عليها قهوه اصلا. بس ولو وهوب فتحت دولاب الانجازات لقيت احراجات. ينفع؟ إذن هنطلع خريطة الأهداف. هتبقي أفضل لاعبة سلة في الوطن العربي كله. اشمعنى السلة؟ وليه الوطن العربي؟ منخليها مصر الأول، وبعدين مصر ما بتحبش الكورة. طب خلاص أفضل لاعبة كرة قدم في الوطن العربي؟ ماشي، ممكن نطلع من قسم الشباب والرياضة ده ونشوف أي هدف تاني. تحميلي أثقال حاملة والله، شوفي حاجة غيرها. الرسم، ترسمي ويبقى عندك اهم جاليري في الوطن العربي كله. وممكن حظي بقى يبقى زي حظ فان جوخ كده، ولو هتتباع بعد ما اموت انا كده مش هستفيد بالفلوس، وبعدين ما بعرفش ارسم. ممكن اقول لك انا بعرف اعمل ايه وتقولي لي اعمل ايه؟ شوف انا مش بعرف ارسم بس بعرف اكتب، فتلاقيني برسم كم صورة بكلام مش مترتب. من البرد بنتكتك ما بينا مش من المغرب، يا بس حرلي فنقسمنا له خطة ونتلاقي. فهمتك. طب ايه رايك تعملي محتوى؟ يعني اعمل ايه؟ يعني اللي بتكتبيه ده صوريه، اصل محدش بقى يقرا دلوقتي. تحمست، يلا نصنع محتوى. بس عن ايه؟ عن النيو يير. سهل حرفيا، كل اللي هنحتاجه كاميرا، ورق، اضاءه، وتغسلي وشك. قومي كده اغسلي وشك. ليه بنحتفل براس السنه؟ انا اقول لك، انت كانسان معاصر، انسان اليومين دول يعني بتحتفل بنفسك، المركزيه فشخاك، بلاش فشخاك لكن لو رجعنا بالزمن كده لورا، شايف اللي جنب المسله هناك ده ابن خال جدك الفرعوني، واقف بيقدم قربان للنهر، بيحتفل بالنهر مش بنفسه، عشان جدك كان فلاح. علشان كده كان بيحتفل ببدايه ونهايه السنه الزراعيه، دي النيو يير بتاعته اللي فيضان النيل ده مسؤول عنها. هل بقى كل العالم كان بيحتفل معانا بفيضان النيل ده؟ منطقي لا، هو بيفيض عندنا ولا عندهم؟ علشان كده هتلاقي في تركيا وسوريا والعراق بيحتفلوا براس السنه بتاعتهم. هم بيحتفلوا بالارض، احنا بنحتفل بالنهر، وبيحتفلوا لمده 12 يوم. طب ايه، كلنا بنحتفل بالطبيعه الام؟ مفيش حد بيحتفل بانجازات شخصيه خالص؟ لا، في الملك ششناق اللي احتفل بانتصاره على الملك رمسيس الثاني، ومن وقتها قرر ان 12 يناير من كل سنه هي بدايه سنه جديده للامازيغ، ومعروفه لحد النهارده بالسنه الامازيغيه. بتحتفل بيها الجزائر بس المغرب لا. ليه؟ عشان الجزائر بتحتفل بيها. طب هم ازاي اصلا بقى يا طمطم كانوا بيحسبوا السنه بتاعتهم؟ سؤال حلو وانت احلى. تعالى بحلاوتك دي بقى كده نبص على الرومانيين، هتلاقيهم مش عالقين راسهم في السما كده وباصين على القمر بيحسبوا دورانه حوالين نفسه وحوالين الارض. نزلوا راسهم من السما كده وقالوا السنه 305 يوم والشهر 30 يوم عادي. اما بقى لو بصيت على الصين فهتلاقيهم برضو مش عالقين راسهم في السما وباصين على الشمس والقمر الاثنين مع بعض. نزلوا راسهم كده وما عرفوش يكتبوا ايه بالظبط، لان بدايه كل سنه عند الصينيين بيختلف ميعادها كل سنه. البابا جريجوري الثالث عشر جه بص على التقويم الروماني كده وقال لهم في حاجه في حساباتكم غلط، ظبطوا وكلموني. ولما التقويم الروماني اتعدل، البابا جريجوري اقترح انه ممكن نستخدمه في العالم كله. كل الدول وافقت على الاقتراح ده ما عدا ايران، افغانستان، نيبال واثيوبيا. قرروا ان هم يتمسكوا بالتقويم والتاريخ بتاعهم. ولو فكرت كده هتلاقي ان عندهم حق. هتلاحظ اننا ما بنديش السنه الهجريه بتاعتنا اهتمام قد اللي بنديه للسنه الميلاديه، هي بتاعتنا برضو بس ما بنديهاش اهتمام نفسها. وده اللي الاربع دول كانوا
كانوا خايفين منه. انجازاتي غير انجازاتك. انا فلاحه، انجازاتي في الحياه محصولي قد ايه، بعت بكام، هزرع قد ايه السنه الجايه. انت راجل اللهم صل على النبي محارب، انجازاتك في الحياه دولتك بقت منين لفين، خسرت كام معركه وكسبت كام معركه، انا مالي. فمش منطقي وقتها اننا نوحد احتفالاتنا وانجازاتنا والسنه بتاعتنا كمان. لكن دلوقتي الوضع اختلف بسبب الجلوبلايزيشن، ترى العولمه، فبقينا كلنا نحتفل براس سنه واحده ونعمل جرد سنوي لانجازاتنا، ده على اعتبار ان خلاص كلنا واحد، بس ده مش حقيقي. لو طلعت خريطه العالم وشاورت مثلا يعني هنا هتلاقيهم بقالهم 75 يوم بيتفشخوا. ايه بيتفشخوا؟ اوكي. والناحيه الثانيه برضو هتلاقيهم بيتفشخوا، رجاله وستات بيتعرضوا للعنف، للاغتصاب، والطرد من بيوت. فدول بقى يحسبوا انجازاتهم ازاي؟ لا مؤاخذه، بلاش على مستوى العالم، خلينا على مستوى اصحابي. صاحبتي تعبت السنه دي ونفسيتها بقت في الارض، فطبيعي ان هي اثرت في مذاكرتها او في التمرين بتاعها. على الناحيه الثانيه الحمد لله صاحبتي الثانيه كانت كويسه، فطبيعي برضو ومنطقي برضو حققت انجازات كويسه. مش منطقي بقى وقت الجرد السنوي للانجازات صاحبتي اللي تعبت دي تحس بالتقصير. ما احنا بشر، سنه نغلب سنه نتغلب، ليه لازم كل سنه بقى بيل جيتس يعني؟ عد انجازاتك بس وانت بتعدها حط الظروف اللي كانت حواليك طول السنه، وعادي نعوض السنه الجايه، الدنيا ما طارتش. علشان بقى لما نيجي نعمل نيو يير ريزولوشن نبقى بالراحه على نفسنا كده. فكره جدك الفلاح كان بيقعد جنب الارض بتاعته كل سنه يقول نيو يير ريزولوشن 3 طن كاكا و4 طن تين برشومي باذن الله، ولا عمره عمل كده. احنا بس اللي بنحب نعمل مصطلحات ونفخمها على نفسنا. المهم علشان تاخد قرارات مظبوطه للسنه الجديده محتاج تقلل الحماسه اللي عندك دي شويه، لانها بتخليك في حاله افوره. هخس 20 كيلو، هقرا 100 كتاب، وفي الربع الاول من السنه هوصل 100,000 على يوتيوب، ولا فوق. خليك واقعي وشوف انت ناقصك ايه وظروفك ايه وعايز توصل لايه من غير حزم. اعمل تاسكات صغيره قسمها على السنه. اول 3 شهور انت هتلتزم انك تروح الجيم، تاني 3 شهور انت هتلتزم بانك تقرا صفحه كل يوم وتتعلم مهاره جديده، كودينج، جرافيك ديزاين، اللي انت تحبه، علشان ما تبقاش بتواجه تغييرات كتيره في حياتك مره واحده. وده هيخليك ما تعملش حاجه خالص، لا ده انت عملت روتين للجيم، بعد كده بدات تتعلم تعمل روتين للقرايه، وبعد كده بدات تتعلم روتين للسكيل. استخدم نوتة او جوجل كيب علشان يفكرك باهدافك كل يوم، واخر كل شهر يعمل لك تقريرك بادائك خلال الشهر كله. وخلي دايما في حته الثواب والعقاب، يعني انت لو عملت اللي عليك النهارده فانت هتكافئ نفسك بفيلم، وفي الويك اند كمان. بس لو ما عملتش اللي عليك النهارده، ولا النهارده في فيلم ولا الويك اند في حاجه ترفيهيه، وهتقعد تذاكر كده، تكون خلقت لنفسك اهداف واقعيه بنظام الثواب والعقاب. والسنه الجايه ان شاء الله هصور لكم الدرع الذهبي، وانتوا زي النهارده السنه الجايه برضو هتكتبوا لي انجازاتكم في الكومنتات، عشان لو مش هنواجه العالم نواجه نيو يير ازاي؟ ها ازاي؟ زهقت من كتر ما قلتها. لا ما طلع خريطه الانجازات من ظهري زي السلاح. بتوجع. لا دي بقى انا هكون انت. هندخل حرب في 24 ولا ايه؟ الشراب مش متوسخ؟ والله برافو عليا.